بذلك تم توحيد وربطه هنا من رجليه، يعني تم القضاء عليه تماما. وزي ما هنشوف ان هو ملونه بالاسود والابيض والاحمر. شرح الدكتور انتهى لهذا الحد. انا اول ما شفت قال هذا الجزء قلت هو ده العلم اللي محسن لطفي السيد قال عليه، هو علم مصر. ليه بقى؟ هو كده بيقول لنا ان هو قضى على الاعداء ووحد مصر، وبعد ما وحد مصر لونها برموز مصر. الالوان ما هي الا رموز للدوله، لونه بالاسود وابيض واحمر. اللون الاسود، ناخد اللون الاحمر. ليه لونه باللون الاحمر الجزء ده؟ لان الاحمر كان اولا بالمصري معناه دشر، دشر، وبما انه بيعود على كلمه بقى دشرت، لانه لو احنا جبنا كلمه بالمؤنث حطينا لها تاء التانيث لابد الكلمه اللي وراها تتبعها تاء التانيث برضه، فاذا بقت ديزرت الصحراء. امتى مصر بقى كانت ديزرت بقى، ديزرت بالانجليزي. امتى مصر كان الشمال بالنسبه لها هو الصحراء والاحمر؟ لما كانوا عايشين في الجنوب في مناطق نبطه والجلف الكبير والعوينات. المناطق دي كلها كان فيها حضاره، يعني فيها رسومات عمرها من 300 ل 400 الف سنه، ولكن الحضاره السريعه جدا اللي باينه تاثيراتها القويه كانت بدات من حوالي 20,000 سنه، وتحديدا اكتر بقى زادت قوي من 14,000 سنه. بدأ يبان لنا رسومات بهذه الألوان، وبدأ يبان لنا زي ما يقال ساعات شمسية أو مراصد فلكية زي ما سموها، وقالوا إن المصريين كانوا بيحسبوا الزمن من هذا الوقت. ومتصورة طبعا، صوروها لأنه عارفين إن هم بعد ما يرجعوا بعد شوية مش هيلاقوها تاني. الحاجات دي متصورة. فإذا لما المصري كان عايش، هو إمتى نزل للوادي؟ من حوالي من 8,000 ل 10,000 سنة، يعني مش قبل كده. كان عايش بقى في الجنوب المثمر الممطر قبل 10,000 سنة، في فترة تقريبا تمتد ل 14,000 سنة. الفترة دي كان فيها بقى الشمال هو الصحراء، والجنوب هو الزرع والثمار والحياة. إذا هذا الرمز، اللون التاخد لشمال مصر تقريبا من 7,000 ل 14,000 سنة، اللون الأحمر، لان ده الفتره اللي كانت مصر فيها تعتبر الشمال هو الصحراء. وبعد كده التاج مصر خد اللون الاحمر، وطبعا التاج ما هو زي ما بنقول الا رمز ورايا، والعلم رمز ورايا. اذا هو علم للشمال لوحده كجزئيه. اما اللون الابيض، اللون الابيض معناه بالمصري حج، حج. كان بيطلق على دي صورة من صور الحج المصري، وبنلاحظ هنا ان هم لابسين الازار الابيض، كلهم لابسين الازار الابيض، وبيهللوا في المركب للرب اللي هم رايحين له يحجوا اليه الى ابيدوس. نعم؟ ممكن اسئله في الاخر؟ زي ما انت عايز. واضح ان هم هنا هم بيهللوا لاله غير ولا تمثال ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه قدامهم. واضح ان هم هنا بيهللوا خلال المركب في المركب لاله غير مش معروف هو مين، مش ولا تمثال ولا اي حاجه، يعني اذا كان بيهللوا للرب. طبعا رحله الحج في مصر القديمه كان مش مركب، يعني كان بتبقى اسطول كبير جدا بيتم الاعداد ليها مده طويله، و بياخدوا العتاد كله اكل ومخزون يقضيهم مده طويله. و على راي يعني دكتور من الدكاتره اللي كانوا بيدرسوا لنا مصريات، هم مش بس كانوا بيحجوا، كانوا بيعتمروا كمان. دي نجيب صوره ثانيه للحج. دي صورة تانية للحج إلى أبيدوس. هي رحلة أبيدوس طبعا معروفة إنه مقصود بيها الحج. طبعا واضح هنا من الألوان إنه كله لابس الإزار الأبيض وأسطول كبير رايحين يحجوا. دي الصورة بس مش متلونة. فده اللون الابيض، ده الجزئيه اللي كانت في العلم اللي هي لونها ابيض وبترمز الى جنوب مصر، عشان كده الجنوب اخذ
عشان كده الجنوب خد رمز اللون الابيض، وبالتالي التاج بقى لونه ابيض، والتاج ما هو الا رمز ورايا والعلم رمز ورايا. اللون الاسود الثالث اللي كنا شايفينه في مقبرة الزعيم ده كله بيبين ارض مصر كلها، اللي هو كيميت او بيتسمى السوداء او السمراء، واحيانا بيقولوا عليه قمة، اللي ساعات ينطق بالكاف او القاف، زي كلمة كورة. كورة ممكن نقولها كده يعني في النطق تبقى هي كاف يا قاف كنطق. فاذا هو حط الرموز الثلاثة، رمز الشمال ورمز الجنوب وارض مصر. ان الصقر هو اصلا الزعيم ده كان في بلده العاصمة مصر كان اسمها نخن يعني الصقر بالمصري. كانت نخن عاصمة لمصر حتى بعد ما هو وحد مصر، لغاية ما جه مينا نعرمر اللي هو هنا وحد مصر. وبنلاحظ انه حتى مينا نعرمر هنا في ناس، في 4 ماشيين قدامه، اول 2 شايلين الرايات، وواضح ان هي متقسمه. هو في بعض الاحيان على فكره في الوان بتبان في الصلايه بس خفيفه جدا، لكن هنا مش باين الالوان، هي متقسمه وعليها الصقر. اذا الصقر كان رمز الرايات اللي هم كانوا بيشيلوها، بالاضافه الى انه الصقر كان رمز البلد اللي كان فيها هذا الزعيم، ولون مصر بهذه الالوان. كمان ليه الصقر؟ اختار المصريين الصقر لاسباب كتيره قوي. اولا الصقر ارقى بمراحل من النسر، فالصقر ما بياكلش الكائنات الحيه او الحيوانات الا بيصطاد الفريسه وياكلها كده طازه يعني، بينما النسر بيحب بياكل الحاجات القديمه المعفنه. دي حاجة. أنا مش عايزة أقولها حاجة. الصقر كمان دايما لحد ما بيقولوا راقي وطيب، فما بيبانش قوته إلا وقت الشدة، مش على طول يعني عنيف. الصقر كمان كان يعني دايما بيحب ان هو يحلق دائما في الاعالي، وما بينزلش ما بيهبطش على الارض الا طبعا لو محبوس يعني. الصقر ليه مزايا كتيره جدا، عشان كده لما جاء السادات الله يرحمه وانا من عشاقه يعني، شال النسر ورجع الصقر. هل السادات هو قال كده لكن هو صقر حورس طبعا رمز مصر. السادات كان مثقف قوي ومصراوي قوي، وزي ما رجع اسم مصر رجع كمان الصقر على علم مصر اللي كان موجود من 7000 سنة. دي البحث اللي انا عملته عن العلم، انا اجتهدت يعني. اكيد واكيد اللي عمل العلم ما كانش غايب عن انه ده رموز مصرية قديمة بقالها آلاف السنين. شكرا.